السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كشري من الاخر بجد. مش هتلاقوا لا في اي محل بقى، ولا كشري هند ولا الزعيم ولا مش عارف مين ولا مين. ملناش دعوه بحد، ما نجيبش سيره الناس. خلينا بقى في نفسينا نشوف ايه الكشري بتاعنا احنا. الكشري النهارده مليان اسرار وتريكات وحاجات جامده. بصوا بقى، انا جبت ربع كيلو عدس جبه، نقيته وغسلته غسله كويسه، وحطيت عليه حبه ميه. خلاص، هحط عليهم حبه كمون. حط حبه كمون حوالي نص معلقه صغيره اهو، حبه كمون. وبرده هروح هحطه على البوتاجاز يغلي كده كام غلوه، يستوي معايا. يستوي ما يتهريش يا بنات، يستوي خلاص. وهحطه على البوتاجاز. معايا هنا نص كيلو مكرونه مشكله، مكرونه سباكيتي على مكرونه صغيره كده مقصوصه، او خواتم اللي انتوا بتقولوا عليها، يعني المكرونه الصغيره ديت. خلاص. وفي مكرونه برضو تبقى اصغر من كده، ممكن برضو تحطوها براحتكم. خلاص، هنحط النوعين ده، نوعين المكرونه دول برضو في الميه. احط ميه بتغلي وهحط فيها معلقه كبيره ملح وحبه كمون. كل حاجه على الكشري النهارده هنحط عليها كمون، عشان خاطر الحاجات اللي بتتعبنا ديت ما نلاقيهاش يعني. خلاص، هنحط معلقه ملح كبيره ونص معلقه كمون صغيره. خلاص، كل دوت هروح احطه في الميه اللي بتغلي، وده هحطه على البوتاجاز عشان خاطر يستوي، وهنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. اهو يا بنات، انا جيت على البوتاجاز هنا اهوت. الميه اهي نزلت فيها الملح ونزلت فيها الكمون، واول ما هتغلي هفضي فيها المكرونه لما تغلي. خلاص. والعدس اهوت حطيته على البوتاجاز برضو، وهيغلي ويستوي. خلي بالكم يستوي ما يتهريش. انا قلت اهو عشان ما تهروش العدس، عشان ده لسه فيه مرحله تانية هيتعمل فيها. وحاطه الحمص برضو على النار يستوي، وحاطه فيه كمون، يعني حوالي كده بتاع نص كوبايه او كوبايه من الحمص، يعني مش مكتره قوي يعني حبه كده صغيرين عندي حطيتهم. وحاطه فيه حاطه برضو نص معلقه كمون. وكل ما الميه تنقص احط برضو حبه ميه سخنين، ميه سخنه مش ميه بارده، ميه سخنه. خلاص يا بنات، هنشوف من غير رغي كتير، عشان كده رغينا كتير. وما تخرجوش من الفيديو بسرعه اوام لا، استنوا وشوفوا ايه اللي في الفيديو. فيه اسرار وحاجات وحركات في الكشري جامده بجد جامده. هتاكلوا حبه كشري من الاخر يا بنات. خلاص. ما تغلي الميه هنزل فيها المكرونه، ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه مع بعض. اهو يا بنات، انا جيت دلوقتي على البوتاجاز، هحط حبه زيت عشان خاطر نعمل الرز. خلاص. انا العدس معايا استوى. خلاص، هحط حبه زيت كده صغيرين، حوالي يعني بتاع 4 معالق كده يعني زيت، ويسخن. واحط كوبايه شعريه. نجيب المعلقه. بنات، الزيت سخن، الزيت سخن. احط كوبايه الشعريه. لو انتوا مش عايزين تحطوا شعريه براحتكم، بس هو زي ما بيتعمل في المحلات بنقولكم بالظبط، واحلى طبعا. جربوا البنات الطريقه دي، هتعجبكم قوي بجد بجد، هيعجبكم. هقلب بقى في الشعريه لغايه ما تصفر. مش هحمرها تحمير اللي هو الغامق، لا، تبقى الشعريه لونها اصفر كده، اللون الحلو. خلاص. وبعد كده هنزل بالرز. اهو يا بنات، انا بقلب في الشعريه اهي عشان خاطر تصفر. خلاص. زي ما قلت لكم العدس معايا استوى، والحمص كمان استوى، والمكرونه استوت كمان. خلاص. كله كده اوام كل حاجه كده على عين، هتلاقي الحاجه تتعمل معاكي بسرعه. ما تقوليش بقى ده مواعين كتيره، مش مواعين كتيره. لا يا حبيبتي، مش مواعين كتيره ولا حاجه. في الاخر كل محله تفضى اغسليها على طول كده على الحوض وانتي واقفه. ما تسيبيش المواعين كده يعني تكتر معاكي وتقولي انا اصلا ما بحبش اغسل المواعين. لا، ما انت كده كده هتغسليها، وكده كده لازم تحبيها. ذوق عافيه لازم تحب ذوق عافيه لازم تحب المواعين. هو ما حدش هيجي يغسلها لك من بره يعني. وطول ما انت ايدك في الحاجه هتبقى معاكي زي الفل. بصوا، انا اكتريت الحاجه بعملها في الحله الستانلس اللي عندي. لكن الرز طبعا لا، هعمله في خلاص. بصوا، الشعريه احمرت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بالرز. ده نص كيلو رز يا بنات، نص كيلو رز على ربع
كيلو عدس بجبه. خلاص، يعني حوالي 3 كوبايات تقريبا رز، تقريبا كده 3 كوبايات رز. دلوقتي بقى احط حبه ملح، ما تكتريش الملح والاكل يحدق منك. احط حبه ملح كده، حوالي معلقه صغيره تكون مليانه كده، مش مليانه يعني تكتسها يعني تخليها ايه، لا يعني مليانه كده يعني حلو يعني. وحبه كمون. عايزه تحطي بقى حبه مرقه دجاج، مكعب مرقه دجاج حطي، مش عايزه تحطي خلاص ده اختياري مش اجباري براحتك. انا مش عارفه دخلنا كده في امتحان ولا ايه. تقلبي بقى كويس، قلبي الرز كويس. خلاص. فين يا بنات الاشتراك واللايك يا بنات؟ فين يا بنات يلي مش عايزين تعملوا لي اشتراك ولا اي حاجه، ولا لايك ولا اي حاجه؟ بصوا يا بنات، انا قلبت الرز اهو كويس قوي، قلبوه خلاص يعني حوالي كده بتاع دقيقتين 3. وتنزلوا بقى بالعدس دوت بالميه بتاعته كده، بالميه بتاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد بقى الكبه عشان خاطر الرز يتقلب حلو. هوريكم البخار طالع على ايدي عامل ازاي. عايزه اجيب معلقه تكون نص متر اقلب بيها. خلاص كده انا مش هزود الميه عليه، انا كده ممكن احط حبه ميه صغيرين قوي على الرز. اجيب حبه ميه بسرعه. اهو يا بنات كفايه كده ميه، خلاص مش هزود ميه كتير عليه عشان ميتعجنش. بس كده هشوف الحياء بتاعه عايز ملح تاني ولا لا. هظبط الحياء بتاعه واغطيه واوطي عليه النار خالص عشان هو كده بيغلي. هوطي النار عليه، ولسه برده في حاجات تانية لسه هنعملها. بصوا يا بنات، الحله هيت اللي انا كنت عامله فيها اللي سلقت فيها العدس، رشطفيها كده بالسفنجه كده ولا بالليفه. وبرده تعملي برده فيها ما تكوميش مواعين وخلاص، عشان ما تبقاش المواعين بتاعت الكشري كتير قوي يا لهوي واللي يجي يغسل معاه مواعين. خلاص هنحط فيها معلقتين زيت. الزيت يسخن، هنزل ده توم مفروم. خلاص لو انت يعني عندك توم صحيح حطي فصين كده هيكونوا كويسين. خلاص كده وهقلبهم بالمعلقه دي اهو يا بنات. التومه اهي فكت اهو. نحط بقى ايه، نحط حبه كزبره ناشفه، حبه كزبره ناشفه، حبه صغيرين كده حوالي ربع معلقه. خلاص حوالي ربع معلقه. اهي يا بنات تقليبه كده تصفر. عملتوا يا بنات اللايك ولا ما عملتوش؟ عملتوا اشتراك ولا لسه؟ اقلب بقى كده كويس. تصفري بس، تصفر مش تحمر. خلاص يا بنات الكشري ما بياخدش وقت كتير ولا غلبه ولا الكلام ده كله. كل حاجه بتنقيها كده وتروحي معلقه عليها، كل حاجه تحطيها على عين الدنيا بتظبط معاكي، والحاجه بتخلص اوام اوام يعني ما بياخدش حوالي ساعه تلاقي نفسك خلصتي كل حاجه. اصفر كده. اول ما احس ان التومه خشنت كده تحت ايدي في المعلقه يعني خلاص اهي. بصوا اهي هنزل بنص كوبايه خل، نص كوبايه خل يا بنات. بسم الله. واحط معلقه سكر، معلقه سكر مش معلقه صغيره، دي معلقه كبيره. خلاص اهي هيغلوا مع بعض. وهنزل بالصلصه، هيغلوا كده وننزل بالصلصه. وهي يا بنات الثومه مع الخل مع السكر كله خد وقطه كده مع نفسه يعني غلي يعني مع بعضيه. هحط بقى ايه كيس صلصه صغير. انت لو عندك صلصه حطي معلقتين كبار. خلاص لو عندك صلصه في البرطمان حطي معلقتين كبار. انا هفضي بقى الكيس كله. انا بصراحه ما كنتش عاوزه احط صلصه، بس الطماطم غاليه ووحشه قوي يعني. بنتي نزلت تجيب طماطم قالت يا ماما الطماطم وحشه قوي، عشان
كده حطيت صلصه، هي برضه هتدي يعني العصير الصلصه هتخليه ايه احمر كده وحمره حلو. خلاص هيغلي كده مع بعضه. حطيت الصلصه يا بنات علشان تدي لون حلو للعصير بتاع الطماطم. ماشي، ممكن في حاجات كده بتقع كده وما ناخدش بالنا منها. يغلي كده كويس مع بعضه. خلاص كده غلت كويس قوي، لازم تغلي كويس قوي كده يا بنات علشان خاطر الطعم والريحه والماده الحافظه اللي في الصلصه تطلع. خلاص مش اول ما تحطوها تروح حاطين عصير الطماطم، لا لازم تاخد كده زيها كده مع بعضيها كده ولا دقيقتين ونروح حاطين عصير الطماطم. وفي حاجه لسه هحطها كمان على الصلصه دي هتبقى حلوه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لو قدرتي تفرمي كده كيلو طماطم افرميه. بس عصير ايه اضربي كيلو طماطم عشان طبعا الكشري بيحب الصلصه. خلاص في حاجه هنا هحطها مع الصلصه. بص يا بنات، نص معلقه بهارات، نص معلقه بهارات صلصه. البهارات دي بتيجي من عند من عند الراجل بتاع العطاره يعني. خلاص هتقولوا له عاوزه بهارات صلصه كشري، يا اما لو هو ما عندوش انت هتجيبيها وتعمليها. هقول لكم عليها دلوقتي، هقول لكم يعني المكونات بتاعتها. خلاص دي حوالي نص معلقه صغيره، ما تكتريش في البهارات. خلاص ما تكتريش في البهارات، وهقلب كده واسيبها تاخد وتدي مع نفسها. وفي الاخر برضو اظبط الملح، وهحط لها حبه ملح دلوقتي. ولما تتسبك كده انا هسيبها تتسبك هظبط الملح بتاعها. احط كده حوالي معلقه صغيره وبعدين اظبط الملح. بس هسيبها بقى تتسبك وهنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا يا بنات، البهارات بتاعه الكشري تجيبوا بقى من عند العطار. تجيبوا فلفل اسود، كمون، شطه، كبابه صيني، ورق لورا، وقرنفل، زعتر. من كل حاجه تفرموها وتاخدوا منها معلقه كل حاجه معلقه. طبعا معلقه كبيره معلقه صغيره. بس يا بنات زي ما قلت لكم هتعملوا الفلفل الاسود مع معلقه، والكمون معلقه، والشطه معلقه، والكبابه صيني معلقه، وورق اللورا معلقه، والقرنفل والزعتر. من كل حاجه معلقه، وتفرموها وتقلبوها على بعضيها وتاخدوا منها نص معلقه صغيره وتحطوها على الصلصه. خلاص انا ما بحبش اكتر بهارات كتير على الصلصه. البهارات دي اللي بيحطوها الناس بتوع الكشري وبتوع العربيات بتوع اللي هم بيعملوا مكرونه في الشارع. ده سر من اسرار برضو صلصه الكشري. خلاص هنروح نعمل الدقه مع بعض ونشوف هنعمل ايه في البصل واسرار البصل المقرمش. بصوا يا بنات، انا جبت البصل اهو خرطته كده ازاي. البنات اللي مش عارفه، انا قطعت البصل كده نصين. ماشي، وهخرط كده. خلاص هكمل انا كده عشان ما اطولش عليكم. دوت معلقه كبيره، معلقه سكر كبيره ناعمه، معلقه سكر كبيره ناعمه هرش على البصل. ايه ده، انت هتحط على البصل سكر؟ هحط على البصل سكر. خلاص هحط معلقتين كبار نشا. خلاص اديني حطيت معلقتين كبار نشا، وهقلبهم كويس وافرك كده. اخلي كل يعني ما اخليش بصل كده لازق كده في بعضه، وهسيبه 10 دقايق وهروح احمره في الزيت. خلاص هسيبه 10 دقايق واحمره في الزيت، وهنشوف هنعمل الدقه مع بعض ازاي، وهنحمر البصل مع بعض ازاي، وهنكمل بقيه الصلصه لان الصلصه كده لسه برده ما خلصتش، لسه في حاجات تاني للصلصه. بنات انا دلوقتي سبت البصل اهوت حوالي بتاع 10 دقايق. ماشي، زي ما قلت لكم حطيت السكر البودره، معلقه سكر بودره، و3 معالق كبار، 3 معالق كبار يعني كده من بتوع الرز نشا. خلاص واقلبهم كويس قوي مع بعض واسيبهم شويه. والزيت انا حطيت حبه زيت اهوت في الحله. برده الحله برده اللي انا كنت عامله فيها اللي كنت سالقه فيها العدس، برضو غسلتها كده بالليفه كده قوام على السريع، وبرضو هحمر فيها. انت بتحمري في كل حاجه وبتعملي كل حاجه بعملها في الحلل دي. خلاص هي بصراحه متغلبه معايا. دلوقتي الزيت سخن، انا مش هكتر زيت، هحط حبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هحمرهم، اللي هيحمر اطلعه
يا ريت اللي يطلع يتحط على في مصفى. خلاص انا مش هكتر، ماشي. وهسيبه يتحمر كده تحميره حلوه، الاصفر الحلو. ما بلاش تحرقوا البصل قوي يا بنات عشان طعمه بيبقى ممرر. خلاص. وهنشوف هنعمل ايه تاني. اهوت نقلبه كده، نسيبه كده حلو في الزيت. خلاص. واسيبه يتحمر، وكل شويه اقلب فيه علشان خاطر ما يبقاش من تحت متحمر ومن فوق ني. معلش يا جماعه الصوت دوت، الاصوات ديت مش من عندنا والله، بس غصب عني، وانا طبعا لازم اعمل لكم الوصفه، معلش استحملوني. يا بنات انا دلوقتي معايا بقيه الحاجه اللي انا هعملها في الصلصه، ايه هي؟ ومعايا كمان الدقه. انا عشان مش عايزه اطول عليكم الفيديو فانا هشرح لكم الاثنين مع بعض. هنا دوت الطبق ده اللي هحط فيه الصلصه بتاعه الكشري. انا حاطه هنا نص معلقه ملح، ونص معلقه كمون، ومعلقه صغيره من الشطه. خلاص. الشطه ديت حسب الرغبه، عايزين تزودوها عايزين تنقصوها مش عايزين تحطوها براحتكم، بس هي علشان خاطر طبعا هي اللي بتطعم الكشري. احنا ما بنحبش الكشري الا يعني الناس كلها ما بتحبش الكشري لما يكون مشطشط. خلاص. انا دلوقتي بحمر البصل، هحمر البصل واخد منه حبه مع معلقه زيت اللي انا حمرت فيه البصل، وافرمه مع بعضه واحطه كله هنا، هحطه كله هنا. ماشي. هجيب حبه بصل من اللي اتحمر وهحطهم مع البهارات ديت. خلاص. لو عرفت هوريكم، بس انا عشان انا مستعجله وعايزه اوريكم كل حاجه بسرعه. خلاص. هركن ده كده على جنب. هاجي للدقه. الدقه معايا فصين توم مهروسين، ومعايا حبه ملح حوالي نص معلقه، وربع معلقه شطه، وربع معلقه كمون. كل دوت هحطه على بعضه واحطه في المج الكبير ده. انتوا بقى حطوه في اي حاجه، يعني في طبق، في اي حاجه اللي يعجبكم. وهقلبه كويس قوي قوي مع بعضه. يعني انتوا لو قادرين ان انتوا تدقوه، بس انا طبعا عشان عندي الثوم مهروس فاعملوه ايه كده مع بعض. خلاص. واحط عليه نص كوبايه ميه سخنه، نص كوبايه ميه سخنه. انا حاطه الميه تسخن، نحط نص كوبايه ميه سخنه بتغلي يعني. خلاص. نص كوبايه الميه بتغلي اهي، وهحط على الثوم واقلب كده كويس قوي. وممكن تحطوا معلقه من الصلصه اللي انتوا عملتوها، لو انتوا عاوزين لونها يبقى يعني متغير ما يبقاش فاتح كده، ممكن تحطوا معلقه من الصلصه. هعمل ايه كمان؟ هحط حبه خل حوالي نص كوبايه، نص كوبايه خل، وهعصر ليمونتين. خلاص كده الدقه هتبقى خلصت بتاعه الكشري، دقه الكشري كده خلصت. خلاص. هحمر البصل وهوريكم لو لحقت اوريكم البصل اللي انا بحمره وافرمه واحطه على الدقه هنا هوريكم، بس عشان طبعا مستعجلين والكل مستعجل فبحاول انجز. وهوريكم هعمل ايه تاني في البصل. بصوا يا بنات هوريكم الحته ديت علشان خاطر تبقوا فاهمين اللي انا قصدي عليه. بصوا انا حمرت اهوت حبه بصل. بصوا البصل عامل ازاي مقرمش اهوت. خلاص. هحط حبه هنا يعني انا عايزه افرم دوت، اكسره كده افرمه كويس. لو انتوا عارفين تفرموه في حاجه في كون ولا في حاجه افرموه. خلاص. يدي للصلصه طعم جامد قوي. نحاول ان انا اعمله كده. خلاص. وهحط حبه خل، عايزين تحطوا خل هنا حطوا، مش عاوزين تحطوا خل خلاص استكفيتوا بالخل اللي في الصلصه. خلاص ماشي. بس كده ثواني بقى هحط معلقه زيت من اللي متحمر فيها البصل. ثواني. بصوا يا بنات انا حطيت اهو معلقه زيت او معلقتين زيت اللي انا محمره فيهم البصل. وخلاص كده انا كده خلاص خلصت معايا الصلصه. هفضي دوت على الصلصه بتاعه الكشري ويبقى كده خلاص خلصت معايا. مفيش بقى غير البصل هحمر بقيته، والزيت اللي هيفيض احط حبه على الرز واحط حبه على المكرونه. اللي حبه الزيت اللي هيفيضوا من تحمير البصل عشان كده حطيت حبه صغيرين. هحط حبه زيت على وش الرز، واحط حبه زيت برضو على وش المكرونه واقلبها. خلاص. وهيبقى كده الكشري معايا خلص، وهوريه لكم بقى وانا بغرف.
بصوا يا بنات، انا طبعا خلاص خلصت التحمير البصل خلاص. زي ما قلت لكم حبيت برضه اوريكم علشان خاطر الخطوه ديت. احط كمان على المكرونه، احط حبه الفضلين على الصلصه. خلاص كده الكشري استوى. طبعا المكرونه تمام والرز خلاص برضو، والبصل متحمر تحمير ما فيش بعد كده تاني. تمام الشخوله خلاص. بس كده. ثواني بقى اوريكم كمان حاجه. الخلطه اللي انا قلت لكم عليها يا بنات اهيت في الطبق ديت. اللي هستنى بس الطماطم تتسبك شويه كمان وهحط دوت عليها. خلاص هيبقى كده خلاص الكشري خلص. هروح اغرفه وخلاص كده تمام. اهو يا بنات انا خلصت الكشري. بصوا بقى شكله عامل ازاي. الكشري بتاع بره ده احلى كمان من بتاع بره والله العظيم. بجد مش بقول كده، لا جربوا الطريقه ديت هتعجبكم قوي يا بنات. وكل اسرار الكشري فيه هيعجبكم ان شاء الله. جربوه وقولوا لي رايكم ايه. وعايزه اقول لكم كمان الحمص انا حطيته في الدقه هنا عشان خاطر ياخد من طعم الدقه. طبعا بيبقى طعمه احلى. وهي ديت الدقه اللي انا عملتها. خلاص جربوا الكشري بالطريقه ديت وقولوا لي يا بنات. يا رب الكشري النهارده يكون عجبكم. اقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت معاكم هدى عبد الحكيم.